بعد الحادث المروع الذي شهدته الغردقة في مصر، حيث تعرض سائح روسي لهجوم من قبل سمكة قرش من نوع النمر التي أودت بحياته على الفور، حيث تداول مقطع فيديو للحظاته الأخيرة ما خلق حالة هلع في نفوس الكثيرين. السؤال هنا: هل توجد أسماك قرش في تونس؟ وما مدى خطورتها على شواطئنا؟ شف الخبير في الجيولوجيا البحرية رمزي صغير بتصريح قام به على موزايك اف ام أن تونس بلد به أنواع مختلفة من القروش، وهناك منها ما يقارب 40 نوعا متواجدة على السواحل التونسية، وأكثر نوع موجود في تونس هو القرش الأبيض. وأضاف قائلا إن خليج جابس هو أكثر منطقة في البحر الأبيض المتوسط تحتوي على القروش، وبشكل خاص القرش الأبيض، وفي فترة معينة من السنة تجتمع القروش البيضاء في خليج جابس نظرا لكونها فترة تكاثر. وضح قائلا أن القروش المتواجدة في السواحل التونسية لا تقترب من الشواطئ، مشددا على أن البحر الأحمر يختلف تماما عن البحر الأبيض المتوسط من حيث الخصائص والأصناف البحرية. وقال أيضا أنه لم يتم رصد أي حوادث لهجوم قرش على المصطفين ولا حتى الاحتكاك بهم تاريخيا في شواطئ تونس، إذ أن القروش تتواجد وتعيش في أعماق البحر، تتغذى على الأسماك الكبيرة، والإنسان ليس من قائمة غذائها. وأضاف أن حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر تتكرر تقريبا كل سنة مقارنة بالقروش المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط. تشكل أسماك القرش المتواجدة على السواحل التونسية خوفا على المصطادين، لأنها تعيش وتتغذى في أعماق البحر بعيدا عن الشواطئ، ولم تسجل تونس تاريخيا أي حادثة هجوم قرش على المصطادين.